السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة. هنتكلم عن عملة لحد النهاردة متداولة ومرت بمراحل كتيرة جدا من أول إصدارها لحد يومنا هذا، وهي عملة ال10 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين ال10 جنيه دي مرت بإصدارات مختلفة على سنين مختلفة، من الأربعينات والخمسينات والستينات، سبعينات، تمانينات، لحد الألفية اللي احنا فيها. ال10 جنيه اللي احنا بنتعامل بها الجديدة موجودة في كل بيت، وفي منها متداول وغير متداول. طبعا المتداول اللي بعد سنة 2000، الغير متداول هو ما قبل ذلك. هنتكلم النهاردة عن 10 جنيه تم إصدارها سنة 1954. ال10 جنيه كان في الوقت ده مبلغ كبير جدا، لأن كان فيه تعامل بالمليم والشيلن والبريزة، نص جنيه، ربع جنيه، وهكذا. فكانت مبلغ في الوقت ده كانت ذا قيمة. يعني 10 جنيه في الوقت ده كانت تعادل النهاردة 100-200 ألف جنيه. زي ما بيقولوا كل وقت وله أذان. الفلوس دي مطلوبة لهواة جمع العملات، للمعارض، للمزادات، الجروبات، المواقع الإلكترونية. ال10 جنيه لما مرت بمراحل كان في بدايتها لها شكل تاني مختلف عن اللي موجود دلوقتي. فتش في دولابك، دور في عمولاتك، طلع كل اللي عندك. تابعني على التيك توك محمد حكيم، راسلنا على الواتس على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد، ده اسم القناة بتاعتنا على اليوتيوب. هتلاقي عليها رقم الواتس بتاعنا. واشكركم واشوفكم على خير.